هو حضرتك قريب بكاري جسام؟ هو انتوا رجعتوا بكاري جسامة من الاعتزال؟ ما انا مش فاهمه يا حبايب قلب اخوك. في رمضان يا عم اتقي الله، في رمضان طبعا انتهاء مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي بفوز الترجي بهدف غير نظيف، لا يعرف عن النظافه باي حاجه. ما انا تعبت من الحكام الكار، والله العظيم تعبت منهم. يعني انا ما بقاش في كلام اللي انا اطلع اقول هو في ايه بجد. والله الحكم ده بيفكرني ببكاري جسامة نسخ، اقسم بالله نسخ. يا جدعان ما تلعبونا في الملعب يا جدعان، تلعبونا في الملعب كوره يا جدعان، هنلعبكم معانا. هو ايه يا جدعان، هو ما ينفعش غير بالحكام؟ ارحمونا يا جدعان. بصوا يا حبايب قلب اخوك، ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب الترجي هنا في مصر مستريح، لان الترجي تعبان، مش عارف كوره، مش عارف يلعب كوره اصلا. اقسم بالله النهارده احنا كنا احسن، اقسم بالله النهارده لعبنا كوره، كنا احسن، كنا على المرمى اكتر، نحاول في حميه. ولكن النادي الاهلي ينقصه حاجه واحده فقط، وهو المهاجم. نفسي مجلس اداره النادي الاهلي تسمعنا يا جدعان. هو انتم ما بتشوفوش الاهلي محتاج مهاجم في اسرع وقت؟ احنا مش هنفضل طول حياتنا قاعدين بنبكي على اللبن المسكوب، قاعدين بنبكي على وسام. خلاص وسام مشي، اللي بعد عاوزين مهاجم صوب. النادي الاهلي والله ينقصه مهاجم. غير كده النادي الاهلي النهارده كان كويس. انا اللي مش مزعلني ان احنا لعبنا كوره، كنا احسن في الملعب. بالحكام بتاع خلاص اتعودنا على القاره، اتعودنا على الحكام، خلاص كل الكلام ده حفظنا. النادي الاهلي هنا في مصر ان شاء الله باذن الله يكسبهم 3 مستريح. حد هيجي يقول احنا من غير جمهور؟ بقول لكم احنا واخدين التاسعه من غير جمهور، واخدين العشره من غير جمهور، وياما لعبنا مباريات من غير جمهور، وساعات الاهلي بيبقى احسن من غير جمهور الصراحه. ولكن اللي انا عاوزه اتكلم فيه لازم في ردة فعل مننا احنا مجلس اداره النادي الاهلي. احنا مش هنفضل كل مره نروح بره ارضنا ونروح يمسكونا. امبارح قاعدين لحد الفجر صواريخ وشماريخ وبومب وفاكرين نفسهم في ليله العيد، والنهارده رمونا بالازاز واحنا داخلين. والظلم اللي احنا حصل لنا في الماتش، ضربه جزاء من غير ضربه جزاء، ده غير الانذارات اللي عماله تتفرق، فاكر نفسه بيوزع عيديه على اللعيب. كل ده يتكتب في تقرير ويتبعت لمراقب المباراه وتتبعت للجنه الانضباط. مش هنفضل طول عمرنا خايفين على العلاقات الاسريه ولا ما هم ايه ده ايه ده. ما احنا مش كل مره هنطلع بره ارضنا يحصل فينا كده. لازم موقف مننا بجد، لازم موقف. انا تعبت نفسيا اقسم بالله. انا بتعصب لما النادي الاهلي بيلعب كوره. عارفين لو النادي الاهلي ما لعبش كوره والله العظيم ما بتعصب ولا بيفرق لي، لكن الاهلي لعب، كنا احسن، عندنا حميه وكان عندنا كده اداء، والاهلي عاوز يعمل حاجه. لكن لازم نتهت بالتحكيم. لو مش هنعرف هتعرف تهت الاهلي ازاي؟ عشان انت تلعب كوره في الملعب اللي انت تهته بالتحكيم. فتمام خلاص حصل خير يا شباب، لموا الورق خلاص، لمينا الورق، يلا مستنيينكم هنا في القاهره ان شاء الله. النادي الاهلي هيكسب 3 مستريح. النهارده نجم المباراه الاول والاخير مصطفى بيشو بيرباش. عايزه اقول حاجه يا جماعه، المباراه القادمه المفترض فيها معرفش ايه قصه الروتيشن، ان هيقف فيها محمد الشناوي. ارحمونا بجد. خلاص مش عاوزه اذم في حد، بس خلاص شوبير النهارده كويس. ما ينفعش الماتش اللي بعده يروح مقعد شوبير. لعب شوبير عادي، وهو مش خلاص، هو مش احنا مش حافظين. المفروض نفهم شوبير لازم يلعب الماتش الجاي عادي جدا. الولد بسم الله ما شاء الله عليه. ولولا النهارده شوبير اصلا يعني ناقص هدفين محققين، ده اكتر من هدفين كمان. بمناسبه التحكيم، يعني حضرتك حسبت ضربه الجزاء فين بتاعت بن شرقي الشوط الاول؟ يعني الشوط الاول بن شرقي ليه واحده، فين احنا او انت وكله علينا ما فيش حاجه لينا؟ غيظني اللي هو في رمضان. انا تعبت يا جدعان والمصحف. فاكره هي مش اول مره اللي احنا نخسر بره ارضنا 1-0 وفي الاخر الاهلي بياخد الايه البطوله. هي خلاص يا جماعه والله العظيم بديهيات. لكن اللي بيعصبني الظلم، والظلم ظلمات. ان شاء الله النادي الاهلي هيمسك الترجي هنا، هنديله درس في الكوره. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب هنا يا جماعه. واسمعوا الكلام اللي انا بقوله، تعرضنا لظلم. النادي الاهلي كان احسن. ان شاء الله هنلعب كوره هنا، ان شاء الله هنكسب الترجي على ارضه باذن الله. هنص كل الدعم اللي فريق يقف ورا فريق لما نشوف اخرتها معاهم ايه. اخيرا وليس اخير، مهاجم صوب مش بالكتره. مش صفقه الثلاثه ب10. مش هروح اجيب 15 واحد في مركز المهاجم والثلاثه مش ما بستفادش بيه. جيب واحد عليه الايد، جيب واحد صوب، جيب واحد ينفع. النادي الاهلي في ناقص له الفن. النادي الاهلي ناقص له الفن. العيب في المهاجم. يا ريت حد يسمع، يا ريت حد صوتنا يوصل. ارحمونا.